وكان صلى الله عليه وسلم كثير التأثر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي تأثر تأثرا عجيبا حتى عرف الصحابة عنه ذلك. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه الوحي قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يا من تعرضون عن القرآن في المقاطع، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت على قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك، قف. قال عبد الله: فالتفت إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عيناه تذرفان من الدمع. رواه الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. معاشر المسلمين، طلب صلى الله عليه وسلم من أبي بن كعب أن يقرأ عليه القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، يعني النبي يقرأ على أبي. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة: الله سماني لك، يعني رب العالمين ذكر اسمي؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، ثم قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وحق لأبي أن يبكي وقد سماه الله. وأخيرا وليس آخرا، من أراد منا أن يذكره ربه ومولاه في الملأ الأعلى، رب العالمين ملك الملوك قيوم السماوات والأرض، يذكرك أيها العبد الضعيف المسكين أيها المخلوق، فليقرأ القرآن وليذكر ربه في جميع الأحوال.